شجعهم يا شباب. بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وتحدي جديد من برنامجكم أنا والميدان. خلوكم معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، الفقرة الأولى من برنامجكم أنا والميدان. سؤال اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي الكريم؟ الحمد لله رب العالمين. ممكن تعرف الجمهور باسمك؟ عبد الله صغير سليمان محسن. حياك يا أخ عبد الله. طبعا يا عبد الله معنا برنامج، بنعطيك سؤال إذا جاوبت صح بتحصل على جائزة. مستعد؟ مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا السؤال يقول: كم مرة ذكر اسم نبي الله إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم؟ فكر. فكر. 10 مرات. متأكد؟ إن شاء الله. نثبت؟ ثبت. مشاهدينا الكرام، إجابة خاطئة للأسف يا أخ عبد الله. كيف حالك أخي الكريم؟ والله الحمد لله بخير. ممكن تعرف الجمهور باسمك؟ سليمان سالم علي سالم. حياك يا أخ سليمان. طبعا يا أخ سليمان احنا معنا برنامج، بنعطيك سؤال إذا جاوبت على السؤال بتحصل معنا على جائزة. مستعد؟ ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. طبعا السؤال يقول: كم مرة ذكر اسم النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في القرآن الكريم؟ اللهم صل وسلم عليه. اسمع يا اخي. 69. متأكد؟ ان شاء الله والله يعلم. متأكد؟ ان شاء الله والله يعلم. مثبت يعني؟ ثبت. على 69. 69. إجابة صحيحة وحصلت على جائزة مقدمة من محلات أبو باسم لمواد البناء والكهرباء. مبروك، ألف ألف مليون مبروك عليك، الجائزة مقدمة من محلات أبو باسم لمواد البناء والكهرباء، الحديدة عبال، الشارع العام. ألف ألف مبروك. تعرف الجمهور باسمك أخي الكريم؟ وليد أحمد سليمان. حياك يا أخ وليد. طبعا بنجيب معنا فقرة تحديات، بنجيب لك سؤال إذا جاوبت السؤال بتدخل معنا التحدي. مستعد؟ مستعد. طبعا السؤال يقول: من هو خاتم الأنبياء والرسل؟ محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. إجابة صحيحة. ننتقل وإياكم إلى المتسابق الآخر. ممكن تعرف الجمهور باسمك؟ محمد إبراهيم سليمان دبارش. حياك يا أخ محمد دبارش. طبعا معنا برنامج الآن فقرة تحديات، بنسألك سؤال إذا جاوبت على السؤال بتدخل معنا فقرة التحدي. مستعد؟ إن شاء الله. طبعا كم عدد أركان الإيمان؟ 6 أركان. إذا حصلنا على المتسابق الثاني. مشاهدينا الكرام انتظرونا في جولة التحدي، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في ميدان التحدي. طبعا الآن اللحظات الحسم. يا أخو وليد جاهز؟ جاهز. محمد صح؟ جاهز. جاهز يا أخ محمد؟ طبعا قد هم عارفين ما هو التحدي ولا لا؟ أيوه. هات المسباس يا عبد الرحمن. طبعا شوفوا مشاهدينا الكرام، يعني عندنا 2 قرون مسباس، 4 قرون، يعني من يعني واحد ياكل 1.5 والثاني اكل واحد بيكون فائز من اللي اكل قرن ونص مسباس. يعني الان بنشوف مين الفائز وبنبدا التحدي. مستعدين؟ مستعدين. مستعدين؟ مستعدين. جاهزين؟ نسمع لهم تحيه، شجعوهم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلك هنا. طبعا هذه 2. لحظه ما اقول لك ابدا. وهذه 2. بسم الله. مستعدين الآن؟ جاهزين؟ مشاهدينا الكرام خلوكم معنا في فقرات الحظ. مستعدين؟ مستعدين. مستعدين؟ مستعدين. جاهزين؟ جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بأدري لما 3 وبعدها ما بتبدأوا. 1 2 3. يا سلام يا سلام سلم، يا سلام سلم. تصفيق يا شباب، تحية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، تم فوز المتسابق. كيف شعورك؟ قوة. كيف شعورك؟ تمام؟ قوة. كيف شعورك؟ تمام. أكثر لك شيء صح؟ المخرج مين فايزين؟ طبعا المخرج أمال أن نقسم الجائزة نصفين. ألف ألف مليون مبروك. لقد حصلتم على جائزة مقدمة من مكتب ومصالح الدبارش لبيع وتسويق الدواجن. ألف ألف مليون مبروك، تحية شباب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة بسمة أمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حاج؟ طيب الحمد لله. الله يسعدك. ممكن تعرفنا باسمك؟ اسمي علي حسن محمد حسن. حياك يا حاج علي. يا حاج علي ما تسوينا ما تعمل. والله أدور من فعل الخير أنا أعقل مصاريف. أنا ما ذلك الله ولد إلا كل ذنا. من فعل الخير أنا أعقل مصاريف. أنا ما ذلك الله ولد إلا كل ذنا. الله يسهل. أي والله. الله يسهل امورك ويسعدك يا حاج علي. وفوق ذلك وبعدين أنا صوب حادث وهربوا لهم ما حتى دعهم يعالجونا. كان عندهم معوق نحن أفرق الحق مننا. حادث وهربوا لهم ما حتى دعهم يعالجونا. كان عندهم معوق نحن أفرق الحق مننا. الله يشفيك ويعافيك. يعني قال يا شباب سووا مع حادث، يعني تخيل في بعض الناس يكون بلا ضمير بلا إنسانية، يعني يعمل حادث وفلت يعني للشخص مرجوم ومكسور ومشى، يعني وهذا إحدى الضحايا يعني من ضحايا هؤلاء الأشخاص الذي يعني يسووا هذه الأعمال وهذه الأفعال القبيحة، يعني يكون بدون ضمير الشخص. أيوة قلت لي والآن كيف صحتك؟ صحة طيبة الحمد لله لما كتب الله. بنجيب لك سؤال، إذا جاوبت على السؤال بتحصل معنا على جائزة. والله الجائزة يعني ما أقدر أقول لك، يعني أنا معوق وتعبان وما أقدر أجيب بعد الجواب هذا. وسأقول لكم من فعله الخير جزاكم الله خير. الجائزة يعني ما أقدر أقول لك، يعني أنا معوق وتعبان وما أقدر أجيب بعد الجواب هذا. وسأقول لكم من فعله الخير جزاكم الله خير. طيب أنا بسألك سؤال، ما اسمك؟ اسمي علي حسن محمد. ما شاء الله تبارك الله، ألف مليون مبروك، حصلت على جائزة مقدمة من إحدى الأخوة المتفاعلين مع البرنامج. جزاه الله خير وبارك الله فيه، يستاهل الجائزة. نشكر الأخوة المتفاعلين مع البرنامج جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. ألف مبروك عليك الجائزة يا حاج علي. بعد الخير أنا أعقل مصاريف. أنا ما ذلك الله ولد إلا كل ذنا.